السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خاوتي، اليوم حبيت نوجه واحد الرسالة لبعض المسلمين اللي يحتفلوا برأس السنة النصرانية اللي معروفة عند النصارى. يحوسوا يوجهوا رسالتهم للعالم باللي عيسى عليه السلام هو ابن الله. دونك المسلم هنا من يحتفل معهم يعني راه يشاركهم، وراه يقول لهم انتم راكم على حق، صح، راكم صح ان عيسى عليه السلام هو ابن الله. وحنا كمسلمين ما نامنوش بهذه الخرافات تاعها. حنا نامنوا بلي عيسى عليه السلام هو ابن مريم عليه السلام، والله عز وجل واحد لا شريك له. والدليل هو قوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الإخلاص: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هنا راك مسلم وراك تقول باللي الله عز وجل ما عنده لا ابن ما عنده حتى حاجه، يعني ربي واحد سبحان الله. حنا مسلمين، مادام بعض المسلمين راح يحتفلوا يعني راه عندهم خلل في العقيده تاعهم. حنا ان شاء الله نطلبوا لهم الهدايه، وان شاء الله ماذا بينا حنا ولادنا واللي راهم طالعين نعلموهم الدين الاسلامي واش هو، ماشي نجيب هذه الخرافات راس السنه النصرانيه ومش عارف هذه الولد كي يطلع يبقى كيما حنا نقولوا يحتفل بها وراح تقلد عليها يوم القيامه. وإحنا كمسلمين ما نحتفلوش بأعياد النصارى مهما كانت، والحمد لله عندنا الأعياد تاعنا، وهذه نعمة كبيرة اللي هي نعمة الإسلام. إن شاء الله من إن شاء الله بعض المسلمين اللي راهم يحتفلوا نطلبوا لهم إن شاء الله الهداية، ونقولوا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، والله يهدينا أجمعين، والله يحفظنا، والله يحفظ بلادنا، اللهم أغثنا غيثا نافعا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.